عسل منزلي ناجح 100%. راح تحتاجيه في هذا الشهر الفضيل. إن شاء الله كل عام وحنا بخير. أهلا وسهلا بكم أعزائي، عدنا إليكم من جديد مع وصفة من وصفات بهجة المتنوعة. جبنا لكم اليوم طريقة ناجحة 100%. عسل منزلي أحسن من تشريه من الخارج. تبعوا معايا الطريقة. نحتاج كيكوطة. انا هنا درت كيكوطه متوسطه مش كبيره مش صغيره، لانك الا درتي في صغيره راح يفيضلك. جيبي كيكوطه متوسطه. حطينا فيها كيلو سكر. في كل كيلو نحتاجو نصف لتر ماء، يعني كي تضيفي 2 كيلو ديري لتر ماء. نحتاجو هنايا ليمونه، نصف ليمون، ونخلطو مليح حتى يذوب السكر تاعنا. مهم هذه الطريقة راها ناجحة، مهم تبعوا كيفاه نخدمها. هنا درت اللمسة تاعي هذه، انا نحب العسل يولي اللون تاعو اصفر. زعفران درت قليل فقط، لانه هذا تحط شوية برك يبان. نخلطو مليح العسل، من بعد نحطوه على النار. ان شاء الله كل عام احنا بخير مع رمضان داخل. الله توجدي هذا العسل تاعك وتخبيه. الوقت اللي تخدمي زلابيه او تخدمي شاميه، يعني العسل تاعك راح تصيبيه موجود، والليمون راح يمدلو رائحه رائعه. هنا ننصحكم ما ديروش المزهر، لانه كاين بعض المعسلات ما يستعملوش فيهم المزهر. هنا درت ليمون فقط، والاضافه تاع المزهر كما تحبي ديري من بعد ديري. المهم حطيناها على نار متوسطه، ونحركوا السكر تاعنا حتى يذوب. هنا نحطوا المغطاء، هنا من نغطوهاش كامل حتى يذوب السكر. منين داك نحركوا حتى تشوفي السكر تاعك ذاب وتغطيها. ان شاء الله يعجبكم هذا العسل، وراح ينجح لكم 100%، وراح تستعملوه في شهر رمضان ان شاء الله. المهم دوكا نغلق الكيكوطه نتاعنا، ندير هذه الاداة على الكيكوطه ونخلوها حتى الصفاره هذه تبدا تدور، ونقصوا عليها لاخر درجه، نخلوها نار قليله. ان شاء الله كل عام وحنا بخير ان شاء الله. ان شاء الله تجربوا ثاني هذا العسل، تعطوني الراي تاعكم في التعليقات. المهم هذه طريقتي انا في صنع العسل، وكل واحد بالطريقه تاعو. هنا من بعد ما دارت هذه الصفاره، نقصوا النار ونخلوها ساعه كامله او ساعه غير 5 دقائق، يعني على حساب الفرن تاعك. بعد ما فاتت ساعة إلا 5 دقائق نفتحوا عليها طول، نغلقوا ونحوا الصفارة تاعنا. شوفوا هنايا راه يبان لكم انه ماهوش خاثر. بعد ما تخليه ساعة او ساعتين كي يبرد راح يولي عاقد. وان شاء الله تعجبكم الطريقة تاع صنع العسل. وهنا على حسب الكمية، تحبي ديري 2 كيلو سكر ولتر ماء. كما قلت لكم في كل كيلو تاع سكر ديري نصف لتر ماء. شوفوا القوام تاعو روعه، والبنان الله الله. هنا ثاني كي تحبوا تخفوه، لانه كاين بعض معسلات ما تحتاج العسل الثقيل، كي تحبوا تخفوه ديروا له مزهر. نحي قليل برك وديري فيها المزهر حتى يولي خفيف. شوفوا المنظر الله الله، يشهيتكم في الجنه. ان شاء الله تجربوه، واكيد راح يعجبكم. ورمضان كريم، وان شاء الله كل عام وحنا بخير. وان شاء الله راح ثاني نحط لكم معسلات. شوفوا المنظر الله الله. المهم الى اللقاء اعزائي، الى الوصفه القادمه مع وصفه من وصفات بهجة المتنوعه. وكل عام وحنا بخير، والامه المسلمه بخير. الى اللقاء احبائي.